السعيده، تسويق بالبلدي سيكشن نمبر 8. النهارده في لفه كبيره في الشارع، زحمه ما شاء الله كبيره، كل سنه وانتم طيبين رمضان. كل الهايبر ماركت، كل السوبر ماركت، كل المحلات البقاله، كل العطاره، كل الناس مطلعه حاجه رمضان ما شاء الله، يعني زحمه زحمه. بس لفت نظري حاجه صغيره قوي، مفيش جمعيه حاطه ستيكر، مفيش جمعيه حاطه لوجو، مفيش جمعيه حاطه ستاند، مفيش مؤسسه بتقول انا اهو. على فكره الجامعات الصغيره ممكن تسيطر على الارض اكتر من الجامعات الكبيره. دور على فكره جيره الجمعيه، جيره الخير. في رمضان الواعظ الديني بيبقى زايد، في رمضان زيارة الإفران بتبقى زايدة، محلات الفول والطعمية بتبقى زايدة، محلات الألبان بتبقى زايدة، المساجد، الكنائس، كل الأماكن دي بتبقى زحمة، كل الأماكن دي زحمة. اظهر فيها، حط نفسك فيها. التسويق مش ان انت تبقى قاعد على مكتب وعامل ميزانيه وبادجت وعامل تمويل وتتصل تقول اعملوا لي ديزاين كذا عشان عايز اعمل اعلان ممول كذا عشان عايز اعمل ماركتنج للجمعيه بتاعتي. الجمعيه بتاعتك لو ما كانتش على الارض ليها فاليو، والناس شايفه اللوجو بتاعك وشايفه الهويه بتاعتك على الارض وشايفه رجالتك على الارض وشايفه النشاط بتاعك على الارض، مش هيديك تبرع اصلا. لازم تخلق الثقافه بتاعت الثقه في التعامل. الثقه من التعامل دي بتيجي من العمل الدائم على الارض. يبقى انا ادور في الاريا اللي حواليا، المحيط اللي حواليا في رمضان. دور على فكره المقايضه دلوقتي مع الاماكن دي، دور على البقالات الكبيره، دور على المخابز الكبيره، دور على محلات الالبان الكبيره، دور على القهاوي الكبيره اللي في منطقتك، وتعامل معاه ان انت هتحط مثلا، احنا عندنا 100 طفل في المكان في الدايره دي، عايزين ندفع لهم مدارس وعايزين نجيب لهم لبس العيد مثلا. فعايزين من كل مكان الاماكن دي يشارك مع الجمعيه ان هو يحط لي حصاله لبس العيد، حصاله خير العيد، حصاله فكه العيد. هتلاقي الناس اللي قاعده بتحط لك جنيه، 2 جنيه، 5 جنيه، 200 جنيه، 1000 جنيه، وات ايفر ماشيه ازاي. ولكن في الاخر الفلوس هي اللي هتلاقيها جات لك من التبرع عشان تعمل مشروع حقيقي، والناس هتتابعه على الصفحه بتاعتك وعلى الاكونت بتاعك وعلى القناه بتاعتك وعلى تيك توك بتاعك وعلى المنصه الرسميه بتاعتك كجهات مسؤوله بقى. فانت اشتغل على الاماكن اللي حواليك، مش لازم بادجت، مش لازم ميزانيه، مش لازم ندور على سبونسر كبير قوي، لا. وانت لسه في البدايه ابتدي قبل رمضان دلوقتي، دور على الاماكن اللي حواليك، قول انا عايز اعمل حصاله الخير عشان بعد رمضان نعمل مثلا لبس العيد للناس، ندفع مدارس، ندفع غارم، ندفع غريمه، نعمل مشروع كويس، نعلم ست تخيط، نعالج حد من اولاد الدايره. يبقى انت كجمعيه عملت اثر ليه بصمه في المكان، يبقى هو ده الماركتنج اللي انت عملته اللي وصل للناس اسمك واداك البراند. مش لازم اعلانات بهاي بادجت، ومش لازم اعمل ايرنج في قنوات كبيره والكلام ده. بس التسويق سهل، مش فلوس اعلانات التسويق.